صباح الفل على كل اللي بيتابعني واللي مش بيتابعني وما يعرفنيش. انا لونا، تابعوني على قناتي واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. النهارده هنتكلم عن البيبي اللي لسه بادئين ياكلوا، ولسه مامتهم يعني بتحاول كده تاكلهم. عايزه اقول لكم ان هي فتره صعبه جدا، بس عايزه اقول لكم ان بلاش يا جماعه نعمل اكل ونشيله ونركنه كده في التلاجة ونقول ان هو في التلاجة، فمش هيبوظ، بالعكس قيمته الغذائيه بتقل جدا، وكمان بيكون بكتيريا كده. فبلاش، طبعا معدتهم مش هتستحمل. فنحاول على قد ما نقدر يبقى الاكل طازه طازه كده على طول. اول باول لسه عامله الحاجه، بطاطس، جزر، كوسه، اي حاجه اعملي بكميه قليله، بلاش تعملي كميه كبيره وفي الاخر تشيليها في التلاجة والبيبي يتضر. فزي ما هعمل كده تعالوا هوريكم. انا معايا هنا تفاحية، ما بعملش التفاحة كاملة، بجيب وكمان مش بسلقها في المية، بجيب كده باخد منها، طبعا لسه البيبي مبتدئ ياكل، فباخد مثلا شريحة كده منها، بقطع منها شريحة بس، مش باخد التفاحة كاملة، والباقي بعينه في التلاجة. وبجيب هنا طبق فيه مية، عليه طبق مصفى كده مخرم، وبقطع التفاح صغير وبحطه كده على المصفى، وبيستوي على طريقة البخار. طبعا ده احسن بكتير، التفاح مش بيفقد القيمة الغذائية بتاعته، او اي نوع من الخضار، يفضل يكون مستوي على البخار، واحسن بكتير للبيبي وهيستفاد منه.